أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. صباحكم معطر بذكر الله، وبذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا لبني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. صدق الله العظيم. الكلام ده لبني صهيون، لإسرائيل. الكلام ده لمين؟ لإسرائيل. مين اللي بيقوله لهم؟ رب العالمين. هل احنا شايفينه بقى وشفناه ولا مش شايفينه؟ هنا بقى السؤال. دلوقتي شايفينه ولا مش شايفينه؟ الفساد اللي مال الأرض ده كله من مين؟ من بني صهيون. كل الفساد اللي احنا شايفينه ده من بني صهيون. احنا هنتكلم عننا احنا بس كشعب مصر، لأن هم إحنا الأساس اللي أكبر كره بيكرهوه لأي بلد في العالم. أكبر كره اللي هو كره مصر. طب ليه؟ لأنهم بيخافوا مننا. ده خوف ورعب من المصريين، لأنهم عندهم عقدة اسمها عقدة فرعون. لأن هو بهدلهم. طب هو بيعمل معاك ايه؟ هو دلوقتي متوغل جواك بالافكار المفسده. الافكار المفسده اللي عايز يقضي عليك بيها. ما هو انت عشان تقضي على مجتمع لازم تخليه ما يعرفش ربنا حتى بالاشاره. اللي احنا شايفينه النهارده ان الناس بعدت عن رب العباد. الناس بعدت عن رب العباد. الناس بتجري ورا المسيخ الدجال اللي هو الدولار، بتجري وراه عشان تعيش العيشة مرفهة. وربنا ما خلقناش عشان نكون عايشين مترفهين. ربنا خلقنا عشان نعبد رب العالمين، عشان نحب رب العالمين، عشان نؤمن بيه حق إيمانه رب العالمين. اللي بيحصل من الشباب دلوقتي واللي بيحصل من الفنانين اللي هم بيدعموهم كلهم، كل اللي انتوا بتسمعوه، كل العيال اللي طلعت اللي ملهاش لا صوت، يعني لا بتعرف تغني ولا صوتها حلو ولا حتى كلماتها كلمات طيبة، كل ده شغل الماسونية العالمية. هنفهم بقى ولا مش هنفهم؟ ليه مش عايزين ترجعوا لرب العباد؟ ليه؟ عشان انتوا شياطين بتاكلوا اكلهم وبتشربوا شربهم وماشيين وراهم، مفسدين في الارض. يعني انتوا كده تبعهم مش تبعنا. ربنا ان شاء الله رب العالمين هينصرنا عليكم. ان شاء الله هينصرنا عليكم، وهنبقى لينا نصرا عظيما باذن الله. بس الشباب توعى والناس توعى، ما يجروش ورا حب الشهوات. ما هي منهم حب الشهوات. هم بصوا الشيطان، هم ولود عم الشيطان بيشغلهم وهم بيشتغلوا علينا. وهم بيشغلوا الشيطان علينا. يعني دول قرايب، دول في جهنم وبئس المصير. فلازم تبقوا واعيين. ده امتحان كبير، اذا ما كناش هنقدر عليه هنبقى في أسفل السافلين في جهنم وبئس المصير. نهاركم جميل، نهاركم سعيد، ويا رب نكون مؤمنين. ابدأ إيمانك بأكلك بشهواتك. اقضي على شهواتك هتبقى مؤمن. نهاركم عسل.